السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، معاكم ياسمين عبد العزيز، باحثة في العلاقات الاجتماعية. النهاردة هنتكلم عن إدارة الغضب. لو أنت من الشخصيات اللي بتحس إنه أنت بتجز على أسنانك، بتحس أنت مخنوق مش عارف تتنفس، بتحس أنت عايز تكسر حاجة، عايز تتعصب على الناس اللي حواليك، التون بتاع صوتك عالي، واخد كل حاجة على أعصابك، عايز كل حاجة تمشي بالمظبوط. لو انت واصل لمرحلة حاسس بدراعك منمل، رجلك في ضغط عصبي، في كل الأعراض دي، يبقى الفيديو ده ليك. أول أداة معانا وهو إن إحنا لحظة العصبية نسيب المكان خالص. يعني لو أنت مثلا قاعد قوم اقف، لو أنت واقف اقعد، سيب الغرفة وروح غرفة تانية تماما، ابتدي اتوضى، استغفر. الأدوات دي كلها بتساعد على هدوء النفس والسكينة. خد شاور، الحاجات دي كلها بتظبط الحالة المزاجية. برضو من ضمن الادوات ان احنا نقعد في مكان فيه استرخاء ونتامل في الطبيعه، ان انت مثلا تطلع في مكان مرتفع وتبص على المدى البعيد. كل ده بيعمل نوع من انواع الاسترخاء والهدوء النفسي. وان انت كمان لو انت حد عصبي على طول بتغضب من اقل حاجه، بس ده بتشرب جنبه منبهات، قهوه كذا مره، وشاي وكابتشينو. حاول ان انت توقف المشروبات دي لان هي عامل مساعد على العصبية والضغط النفسي، وبيزود الانفعال. فعشان نظبط الحالة المزاجية دي او نقنن من حالة العصبية، بان انت تتجه للمشروبات زي البابونينج، اعلى واحدة فيهم من المهدئات للاعصاب، وده هتلاقيه في الهايبر باكيتات، او عند العطار تقدر تشتري منها سايب وتاخد منها معلقة على كوباية مية مغلية وتغطيها لمدة 15 دقايق، وبعد كده تقدر تشربها. ممكن تشرب منها مرة 3 مرات حسب الحالة العصبية اللي عندك والضغط العصبي اللي انت حاسس بيه. بيظبط الهرمونات الجسم وبيظبط الحالة المزاجية وبينظم الجهاز العصبي. تمرين النفس برضو من ضمن الحاجات اللي بتقلل العصبية وبتخليك متزن في انفعالاتك، وتتقبل بشكل كبير من الأزمات اللي انت بتمر بيها، تكون يعني مسيطر بنسبة كبيرة عن أحداث يومك. من ضمن الادوات برضو ان انت تغسل وشك بالميه البارده، تتوضى، تاخد شاور. الحاجات دي كلها بتنزل عليك السكينه والهدوء وتتقبل بشكل افضل لاي ضغط عصبي عليك. من ضمن التدريبات برضو ان احنا نحاول كل يوم لمده شهر تتدرب في ميعاد محدد. يعني مثلا لو قررت الساعه 5 هتعمل تمرين الثبات الانفعالي، تقعد لمدة نص ساعة من 5 ل5:30، ان انت متحكم في انفعالاتك مهما اي حد حاول يستفزك. الام مثلا ولادها حواليها بيعصبوها بينرفزوها، هي بتدرب عقلها الباطن على التقبل انه انا دلوقتي زي فكرة اليوجا، انه انا دلوقتي هتماسك اعصابي، هتفاعل معاهم بس بهدوء تام، نبرة صوت واطية، حركة لغة الجسد بتاعتي ثابتة، ردود افعالي فيها هدوء كبير. ده بيظبط العقل الباطن على تحمل الضغوطات وتظبيط الانفعالات الداخليه. مهم جدا برضو ان احنا نراقب جسمنا، نراقب مثلا حسينا ان احنا بنجز على اسناننا، حسينا ان احنا بنقفل ايدينا جامد، حسينا ان احنا في تنميل في جسمنا، في صداع. كل دي اعراض انت تبقى فاهم نفسك اكتر، وتبقى عارف انه لما توصل للمرحلة دي فانت محتاج تشتغل على نفسك بالادوات اللي احنا قلناها. طب ونفرغها ازاي؟ بتفرغها من خلال الكتابة. شوف الموقف اللي ضغطك نفسيا ومعصبك ومخليك توصل لحالة من الغضب الشديدة، اكتبها، فرغها في كراسة. دي بتساعد على ان انت تهدي الدوشة اللي في عقلك شوية، وبتخرج المشاعر السلبية. ممكن تلجأ للرسم، للجيم برضو مهم جدا، لعب الرياضة، المشي. الحاجات دي كلها بتبعث السكينة والهدوء في النفس. اعمل حاجة تساعدك لما تكون في حالة من الغضب، اختار حاجة من الحاجات اللي تساعدك نفسيا. مكالمة صديق يفرق معاك نفسيا، كل حاجة بتحبها، اخرج مكان بيفرق معاك. هتقلل برضو من حالة الانفعال اللي انت واصل
تفصل فيها. من ضمن الادوات برضو ان انت تشرب ميه كتير اثناء ما انت حاسس ان انت منفعل، غضبان، متوتر، حالة انفعالية عصبية زيادة. اشرب ميه ساقعة هتهدي اعصابك داخليا، لان ربنا قال لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالميه بتهدي النفس، سواء بقى اخدت شاور، اتوضيت، غسلت وشك، شربت ميه، كل ده بيبرد حالتك النفسية. اتمنى ان انتوا تجربوا الادوات وتقولوا لي ايه رايكم. اشوفكم على خير مرة تانية.